السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كما راكم تشوفوا معايا راح نشارك معكم وصفة جديدة لتحضير الشوفلور. إن شاء الله تنال إعجابكم، أكيد راح يحبوها أولادكم بطريقة مختلفة ولذيذة. تابعوا معايا إلى آخر الفيديو. كما راكم تشوفوا معايا عندي كمية من الشوفلور غليتها في ورقة رند والقليل من الثوم. الآن راح نخازيها هكذا. بعدها جبت قطعة قماش وراح نصفي الماء الموجود في الشوفلور. بهذه الطريقة نتخلصوا من كل الماء الموجود فيه. كما راكم تشوفوا لهنا صرناه كامل من الماء الزائد. بعدها نروح نضيفوا له كمية من صدر الدجاج اللي كنت رحيته ناعم جدا. نضيفوا كمية من البصل والثوم، ونضيف كمية من المعدنوس والكزبر. راح نضيف حوالي 2 ملاعق كبيرة شابلور، فلفل أسود، زنجبيل، كركم، وكزبر ناشف، ملعقة ملح صغيرة ولا نصف ملعقة على حسب الكمية اللي خرجت لكم في الشوفلور. نمزجوا هذه المكونات جيدا. لازم نعصروه جيدا من الماء باه تسهل علينا عملية التكوير، لانه لو كان نخليو فيه الماء من بعد كي نكونوا نديرو في الكريات نتاعنا راح يبقى الماء يخرج من الخليط. هنا كما راكم تشوفوا شكلت الخليط تاعي الى كريات، راح نرمدوهم في الفرينه ونقليوهم ونروحوا نوجدوا لاصوص نتاعنا. هنا في طنجرة نجيبوا ملعقة سمن ونضيفوا لها ملعقتين زيت، نحطوا الآن قطع الدجاج تاعنا ونخليوهم يتحمروا شوية قبل ما نضيفوا البصل. هنا غير يدي الدجاج نتاعنا لون ذهبي نضيف مباشرة كمية من البصل نقليوها حتى هي مليح.
وهنا راح نضيف لها نفس الشيء بهارات، كزبر ناشف، كركم، زنجبيل، والقليل من الفلفل الأسود. نخليو البصلة تتقلى مليح، نزيدو لها قليل من الكزبر والمعدنوس، ونخليو اللي بقى للتزيين. تزيين وأكيد راح يعطينا نكهة طبق. كما راكم تشوفوا البنات، ضفت كمية من الزيتون، وراح نضيف كمية من الماء ونخليه لاصوص تاعنا طيب. من جهة أخرى نروحو نقليو البولات تاعنا تاع الشوفلور. بالنسبة للماء البنات ما ضفتش بزاف لأنه الدجاج يطيب بالخف ما يطولش في الطياب، وبالتالي ضفت حوالي كأس ونصف. هنا كما راكم تشوفوا البنات خليت لاصوص تاعي يطيب بعد ما مرقتها، ورحت نقلي كريات بكون شكلتها قبل قليل. نخليهم هكذا يتحمروا يديو اللون الذهبي. نحيو الدجاج بعد ما يطيب. هنا بعد ما طاب الدجاج حيناه اللاصوص تاعنا اختارت، نضيفو كرات اللي قليناهم. هنا كما شفتوا راح نخليه فقط يغلي واحد دقيقة ولا زوج، غير يهز البنة تاع لاصوص، وبعدها نقدموه في صحن التقديم وشهية طيبة. هذا هو الطبق اللي كنت حابة نشاركه معكم، إن شاء الله ينال إعجابكم. جربوه ما راحش تندموا، بنين بزاف. حتى اللي كانوا ولادكم ما ياكلوش شوفلور راح يوليو ياكلوه، لذيذ جدا. وشوفوا لاصوص تاعو كيفاه جات معسلة. كانت هذه هي وصفة اليوم اللي حبيت نشاركها معكم، إن شاء الله ينال إعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم في أمان الله، نلتقي في فيديو آخر وشهية